عبد الله بن محمد بن سليمان المحيسني هو شخصية سلفية جهادية سعودية دخل الحرب السورية في عام 2013 وبرز كداعية وقادا شرعي داخل فصائل المعارضة قبل أن يصبح شخصية بارزة مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة في سوريا الفرع السوري لتنظيم القاعدة. في 10 من نوفمبر 2016 أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية المحيسني على قوائم الإرهابيين المصنفين SDGT لإدانته بدوره في جمع الأموال، التجنيد وتقديم الدعم الشرعي لجبهة النصرة، وهي منظمة مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والأمم المتحدة. المحيسني مطلوب دولياً لتورطه في مجازر عديدة في سوريا، فقد كانت منذ 2012 مصنفة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية ومرتبطة بتنظيم القاعدة قبل أن تعلن لاحقاً تغيير اسمها وتنظيمها في سوريا. رغم التصنيف الدولي للمحيسني كإرهابي، فإن السعودية ودولاً عربية أخرى أدرجته على قوائم الإرهاب، لكن لم يتم تسليمه إلى السعودية أو أي جهة دولية. السبب في عدم التسليم بحسب خبراء ومسؤولين هو غياب سيطرة حكومة مركزية على المناطق التي كان يتواجد فيها تحت حماية هيئة تحرير الشام وزعيمها آنذاك أبو محمد الجولاني، إضافة إلى تعقيدات سياسية وعسكرية ونزاعات المصالح بين الفصائل، ما جعل تنفيذ أي تسليم صعباً أو غير واقعي على الأرض. كما أن بعض الفصائل تحمي قادتها لأغراض سياسية وعسكرية داخل الصراع السوري. بعد استيلاء هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة أخرى على السلطة في سوريا بزعامة الجولاني، توقع الخبراء أن تطالب السعودية من حليفها الجديد الجولاني بتسليم المحيسني، لكن لم يحصل هذا، مما أدى لطرح تساؤلات عديدة، منها هل السعودية صادقة في مكافحة الإرهاب أم أن المحيسني هو ضابط سعودي اخترق هيئة تحرير الشام على مدى سنوات لصالح المخابرات السعودية. المعلومات من داخل هيئة تحرير الشام تقول أن الجولاني أسند ملفات الأجانب في سوريا إلى المحيسني، وأصبح يشرف بشكل مباشر على الأجانب المسلحين في سوريا، مما يعني أنه أصبح أكثر خطورة على المجتمع الدولي والسعودية أولاً، الدولة التي أتى منها. وهنا نعود للسؤال الهام: لماذا لم يطلب محمد بن سلمان من حليفه الجولاني تسليم المحيسني؟